أهلا بكم متابعينا في خبر جديد. تشاهدون في هذا الفيديو موقف رجولي لبسمة بوسيل مع دنيا بطمة، ونشطاء يهاجمونها على هذا التصرف. وهكذا كان رد طليقة النجم المصري تامر حسني بعد تعرضها للهجوم. لنتعرف على التفاصيل في هذا الفيديو. انتقدت فئة عريضة من نشطاء دعاء الفنانة بسمة بوسيل لزميلتها دنيا بطمة التي تقضي عقوبتها الحبسية على خلفية اتهامات وجهت لها، ومطالبة متابعيها بالدعاء لها، وذلك في تدوينة على حسابها الشخصي. وفي التفاصيل ردت بسمة بوسيل بكلمات شديدة اللهجة على منتقديها الذين وجهوا لها الكثير من الانتقادات، ووصفوها بالمنافقة، معتبرين مساندتها لإنسانة كانت السبب في تدمير حياة الكثيرين، لتؤكد على موقفها الصريح في مساندة ودعم بطمة في محنتها واستمرار الدعاء لها. وتحدثت بوسيل إلى جمهورها موجهة رسالة خاصة لمنتقديها قائلة: نحن بشر، لماذا نريد أن نكون مكان الله؟ لماذا تريدون محاسبة الناس وأنتم بعيدون كل البعد عن شؤونهم؟ يسمى هذا الفتنة. ما تقومون به فعلا خاطئ. إذا صادفت يوما شخصا يساند أو يدعي لمكروب، رجاء لا تتدخلوا بكلام جارح وسلبي، لأن ذلك أمر يخصني وحدي. وأردفت الفنانة حديثها بالتعبير عن انزعاجها الشديد من كل هذه التعاليق السلبية، مشيرة إلى حجم معاناة دنيا بطمة في هذه الفترة وهي بعيدة عن بناتها، حيث قالت: مهما كان غلطها فهي أنتم لا تراعون لمعاناتها داخل السجن. ولكل شخص انتقد تصرفي أقول له: حسبي الله ونعم الوكيل، لن أسامحكم أبدا. وأنهت بوسيل تدوينتها بالتأكيد على حبها الشديد لصوت وموهبة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وعلاقتهما الجيدة منذ سنوات، مبرزة أهمية التضامن والمساندة كشعب مغربي واحد لكل فنان يمر من أزمة أو أوقات عصيبة.